حبايبي طلاب الشهاده الاعداديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين، ويوصل لكم الفيديو ده ان شاء الله وانتم بخير وصحه وسعاده. النهارده باذن الله احنا معانا اول درس معانا في التاريخ بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. هنخش في درسنا على طول بدون اي مقدمات، ولكن انا عايزك بس تفتكر معايا اخر حاجه انت وقفت عندها في تاريخ السنه اللي فاتت. اخر حاجه خدتها السنه اللي فاتت هي دوله اسمها الدوله المملوكيه. عرفت ان الدوله دي كانت في مصر، وان الدوله دي كانت دوله قويه جدا، قدرت انها تحمي مصر والعالم الاسلامي من خطر مهم جدا هو خطر المغول، وكمان تقضي على الصليبيين. عرفت ان دولة المماليك كان فيها سلاطين مهمين جدا وعظماء زي سيف الدين قطز والظاهر بيبرس وغيرهم من السلاطين. ولكن تعال نبدأ نعرف ايه اللي حصل. دولة المماليك يا شباب بدأت تضعف، ما بتدومش لحد اصلا. لما دولة المماليك بدأت تضعف، بدأ يظهر جنبها هنا دولتين يتنافسوا معاها ويتصارعوا معاها على حكم العالم الاسلامي. طب مين هم الدولتين دول؟ اقول لك دولة هنا كده اسمها الدولة الصفوية، ودولة هنا كده اسمها الدولة العثمانية. يعني انت دلوقتي عايز تفهمني ان دولة المماليك بعد ما كانت دولة قوية بدأت تضعف وظهر جنبها دولتين بدأوا يتنافسوا معاها على حكم العالم الإسلامي؟ أقول لك هو ده اللي أنا عايز أقوله. يعني معنى كده إن حدث تنافس وصراع على حكم العالم الإسلامي ما بين 3 دول أو 3 قوى، اللي هم مين؟ اللي هم الدولة المملوكية والدولة الصفوية وكمان الدولة العثمانية. طب يا ترى الكلام ده كان إمتى يعني؟ أقول لك والله الكلام ده كان في أواخر القرن ال15 وأوائل القرن ال16. قرن 15 وقرن 16 يعني بالتحديد امتى؟ اقول لك انا هنا هفهمك نقطة مهمة جدا في لعبة القرون. اول ما تسمع مني قرن كذا تنقص رقم على طول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو قلت لك القرن ال15 تنقص رقم تعرف ان هو بيبدأ معاك من عام 1400. طب لو قلت لك قرن 16 تنقص رقم على طول وتعرف ان هو يبدأ معاك عام 1500 وهكذا. يبقى اول ما اقول لك قرن 15 تعرف ان انا بتكلم على 1400 وانا طالع. اول ما اقول لك قرن 16 يبقى انا بتكلم عن 1500 وانا طالع. قرن 17 1600 وانا طالع وهكذا. يبقى انا دلوقتي فهمت ان حدث صراع على حكم العالم الاسلامي ما بين 3 قوى او 3 دول، اللي هم مين؟ دولة مملوكية، دولة صفوية، دولة عثمانية. الكلام ده كان امتى؟ تقول لي على طول اواخر القرن ال15 وبداية القرن ال16. طب تعالى كده نبدأ نتكلم عن ال3 دول دول ونعرف الصراع ما بينهم انتهى لغاية فين. تعالى نبدأ بالدولة اللي قامت عندي هنا في مصر، اللي هي الدولة ايه؟ تقول لي على طول الدولة المملوكية. خلي بالك علشان الدولة المملوكية عليها أسئلة في غاية الأهمية. أول حاجة هبدأ أتكلم عليها في الدولة المملوكية هو الموقع بتاعها. أقول لحضرتك إن الدولة دي قامت عندنا هنا في مصر، يعني مصر كانت هي مركز الدولة المملوكية. لكن دولة المماليك بدأت تسيطر على أراضي كمان بجانب مصر. زي مين يعني؟ أقول لك الشام، والشام دي اللي هي النهاردة سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. وكمان ضمت عندي بلاد الحجاز، جزء النهاردة من دولة السعودية. لا مش كده وبس، ده سيطرت على جزء من ساحل قارة إفريقيا اللي احنا خدناها عندنا في الجغرافيا. طب ثواني، هو ده اتجاه ايه؟ تقول لي اتجاه الشرق. يعني سيطرت على جزء من سواحل قارة إفريقيا في الشرق، اللي بتطل عندي على ايه؟ تقول لي اللي بتطل على البحر الأحمر. يعني معنى كده ان انا عندي دولة المماليك قامت فين؟ تقول لي قامت في مصر. ضمت ايه مع مصر؟ تقول لي ضمت عندي الشام وضمت الحجاز وكمان جزء من الساحل الشرقي لقارة افريقيا اللي بيطل عندي على البحر الاحمر. طب ده حلو قوي، بس انت قلت لي ان دولة المماليك دي كانت دولة قوية، وبعد كده بدأت تضعف وبدأ يتصارع معاها الدولة الصفوية والدولة العثمانية. خلي بال حضرتك بس ان انت عندك دولة المماليك بدأت تتعرض لأزمات هي اللي أدت إلى ضعفها. طب ايه هي الأزمات اللي تعرضت ليها دولة المماليك؟ اقول لك والله نوعين من الأزمات. اول حاجة أزمات اقتصادية، وتاني حاجة أزمات سياسية. يعني ايه أزمات اقتصادية ويعني ايه أزمات سياسية؟ اول ما اقول لك ازمات اقتصاديه تعرف ان انا هنا بتكلم عن الفلوس، ان الفلوس كانت قليله في دوله المماليك. اول ما اقول لك ازمات سياسيه تعرف ان كان في صراع على الحكم. طب تعالى كده عرفني،
هو ايه اللي ادى الى تعرض دولة المماليك لازمات اقتصادية، وايه اللي ادى لتعرضها لازمات سياسية؟ تعال بص معايا. اول حاجة لازم تفهمها ان انا عندي دولة المماليك دي لما تيجي تبص على موقعها تلاقي الموقع بتاعها مهم جدا. بص كده معايا، اي حد جاي ببضاعة من قارة اوروبا عايز يروح عندي هنا على اسيا يعمل ايه؟ كان يجي بالبضاعة بتاعته لغاية مصر وينزل البضاعة هنا، وبعد كده يحملها من ارض مصر ويوصل بها لغاية البحر الاحمر، وبعد كده يمشي في البحر الاحمر لغاية ما يوصل لقارة اسيا. وكمان اللي جاي من اسيا وعايز يروح لاوروبا ببضايع بيعمل نفس الموضوع، بيجي عند البحر الاحمر ينزل البضايع بتاعته في مصر يحملها ويوصل لغايه البحر المتوسط ويمشي فيه لغايه ما يوصل لاوروبا. اهو التجار اللي كانوا بيجيبوا بضايعهم هنا لغايه مصر كانوا بيدفعوا لدوله المماليك فلوس، فده كان مخلي دولة المماليك دولة غنية. ولكن هيحصل حاجة هيؤدي إلى إن التجار دول ما يجوش لمصر أصلا. إيه اللي هيحصل؟ أقول لك والله هيطلع ناس هنا اسمهم البرتغاليين عايشين النهاردة في دولة البرتغال اللي منهم كريستيانو رونالدو. هيجي عندك البرتغاليين ويبدأوا يكتشفوا طريق بعيد خالص عن أرض دولة المماليك، اللي هو إيه؟ اللي هو طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. طريق كده بيلف حوالين قارة افريقيا لغاية ما يوصل لآسيا. يعني معنى كده ان مفيش حد هيدفع لدولة المماليك فلوس؟ اقول لك فده اول سبب معانا هيؤدي الى تعرض دولة المماليك لازمات اقتصادية، اللي هو ايه؟ اللي هو اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. طب الكلام ده كان سنة كام؟ اقول لك كان عام 1498، يعني اواخر القرن الكام معلش؟ اقول لك اواخر القرن الكام؟ ال15، اوعى تنساها. يبقى اول حاجة ادت الى تعرض دولة المماليك لازمات اقتصادية هو اكتشاف البرتغاليين طريق اسمه طريق رأس الرجاء الايه؟ الصالح. عام كام؟ عام 1498. طب وتاني حاجة اقول لك والله ان المماليك ما سكتوش. اول ما البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح وبدأ التجار يمشي منه، يطلع على طول المماليك ويجهزوا الاسطول بتاعهم، السفن الحربية بتاعتهم، وبعد كده ياخدوها ويروحوا علشان يحاربوا البرتغاليين، وتحصل ما بينهم معركة كبيرة في نص البحر اسمها ايه؟ معركة ديو البحرية. المعركة دي للأسف اتحطم فيها أسطول المماليك، فده أدى إلى تعرضهم برضو لأزمات اقتصادية. يبقى لما أقول لك هنا بما تفسر تعرض دولة المماليك لأزمات اقتصادية تقول لي أنا عندي سببين. أول سبب هو اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498. طب والتاني هو تحطم الاسطول المملوكي في معركة ايه؟ ديو البحرية، اللي كانت سنة كام بالمناسبة؟ اقول لك عام 1509، اللي هي اوائل القرن ال16. يبقى احنا دلوقتي عرفنا اسباب تعرض المماليك لازمات اقتصادية. طب تعالى كده عرفني ايه الاسباب اللي ادت الى تعرض دولة المماليك لازمات سياسية؟ اقول لك والله المماليك كانوا بيتصارعوا مع بعض على مين اللي يوصل للحكم. يعني اول سبب ادى الى تعرض دولة المماليك لازمات سياسية تقول لي على طول الصراع ما بينهم على الحكم. طب وبعدين ايه كمان؟ اقول لك والله كان عندنا اشاعات كتير بتحصل في الدولة، والمصريين عمالين يعملوا ثورات على المماليك. يعني ايه؟ يعني كثرة الثورات والفتن دي برضو ادت الى تعرض المماليك لازمات سياسية. طب وايه كمان؟ اقول لك والله بسبب عدم وجود الامن في المجتمع، اي حد بيعمل جريمة محدش بيحاسبه على جريمته. يعني ايه؟ يعني اضطراب الامن. يبقى انا هنا دلوقتي عرفت ان دولة المماليك تعرضت لازمات سياسية بسبب كام حاجة؟ 3. خدهم كده على طول في دماغك: صراع ما بينهم على الحكم، عندي فتن وثورات، عندي اضطرابات في الامن. يبقى 1 الصراع ما بين المماليك على الحكم، 2 كثرة الفتن والثورات، 3 تقول لي على طول اضطراب الامن. طب تخيل كده
انا عندي دولة فيها ازمات اقتصادية، يعني مفيش فيها فلوس، ودولة برضو فيها صراع على الحكم وفتن وثورات واضطرابات في الامن. هل الجيش بتاعها هيكون قوي؟ تقول لي استحالة. يعني معنى كده لما اقول لك ما النتائج المترتبة على الازمات الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها دولة المماليك، تقول لي على طول مش عايز كلام، ادى ذلك الى ضعف القوة العسكرية لدولة المماليك. يبقى راجع معايا كده بسرعة، انا فهمت ان حدث صراع بين ثلاث قوى على حكم العالم الاسلامي اواخر القرن الكام؟ اواخر القرن ال15 واوائل القرن الكام؟ واوائل القرن ال16. طب مين هم الثلاث قوى اللي كان بيتصارعوا مع بعض؟ تقول لي دولة مملوكية، دولة صفوية، دولة عثمانية. عرفت ان دولة المماليك مركزها كان في مصر، وضمت ايه بجانب مصر؟ ضمت الشام والحجاز وجزء من ساحل قارة افريقيا الشرقي اللي بيطل عندي على البحر الاحمر. عرفت ان دولة المماليك تعرضت لازمات اقتصادية وسياسية. خدت الازمات الاقتصادية وقلت لك دي بسبب حاجتين: واحد، اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الايه الصالح عام كام؟ 1498. اتنين، تحطم الاسطول المملوكي في معركة ديول بحرية كانت سنة كام؟ 1509. خدت بعد كده الازمات السياسية، قلت لك ليها 3 اسباب فهمتهم لك بالترتيب: واحد، صراع ما بين المماليك على الحكم. اتنين، كثرة الثورات والفتن. 3، اضطراب الامن. طب ايه النتائج المترتبة على تعرض دولة المماليك لازمات سياسية واقتصادية؟ تقول لي ادى ذلك الى ضعف القوة العسكرية لدولة المماليك. طب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن تاني دولة معانا، وهي الدولة الصفوية. واقول لك والله الدولة الصفوية انا عايزك تعرف فيها معلومتين اتنين: واحد، ان هي قامت عندي هنا، والمنطقة دي يا شباب زمان كانت بتتسمى عندي باسم بلاد فارس اللي هي النهاردة ايران. يبقى اول معلومة لما اقول لك قامت الدولة الصفوية في بلاد نقط قديما، تقول لي بلاد فارس اللي هي النهاردة ايه؟ تقول لي اللي هي النهاردة ايران. طيب العاصمة بتاعتها كان اسمها ايه؟ اقول لك والله كان اسمها مدينة تبريز. يبقى عاصمة الدولة الصفوية مدينة نقط، تقول لي مدينة تبريز. شكرا الدولة الصفوية، اركنها خلاص خلصناها. يلا بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن ثالث دولة معانا واللي هتستمر معانا طول المنهج تقريبا، وهي الدولة العثمانية. خلي بالنا يا شباب ان احنا عندنا الدولة العثمانية دي في بدايتها كانت عبارة عن شوية قبائل، يعني عائلات، يطلع منهم واحد اسمه عثمان بن ارطغرل يقدر ان هو يوحدهم كلهم ويعمل منهم دولة قوية. يموت عثمان ويحكم ابنه، ويموت ابنه ويحكم ابن ابنه، وهكذا يفضل عندك حكم الدولة العثمانية يتنقل من سلطان للتاني ومن التاني للتالت لغاية ما يوصل لحكم الدولة العثمانية سلطان قوي اسمه السلطان سليم الأول. خلي بالك ان السلطان سليم الأول كان شايف ان الدولة العثمانية دي دولة قوية، وان هي لازم تتوسع وتسيطر على أراضي تانية وتحكمها. يعني معنى كده ان السلطان سليم الأول كان عايز يوسع أراضي الدولة العثمانية وعايز يحكم مناطق تانية. أقول لك طب يا ترى هو السلطان سليم الأول هيسيطر على مين؟ يعني هيروح على أوروبا مثلا يسيطر على الأراضي اللي فيها؟ أقول لك لأ. السلطان سليم الأول فكر إن هو يعمل كده فعلا، لكنه رجع عن الفكرة دي. طب رجع عنها ليه؟ لأنه عرف إن الأوروبيين أقوى منه عسكريا، عندهم جيوش أقوى من جيشه، وأقوى منه حضاريا، يعني عندهم حضارة أقدم من حضارة الدولة العثمانية بكتير. فعلشان كده السلطان سليم الأول يقرر إن هو يخرج بالجيش بتاعه ويروح ناحية الشرق، ناحية الشرق، علشان يقابل مين؟ علشان يقابل الدولتين دول، الدولة الصفوية والدولة العثمانية. وتخلي بالك علشان عليها سؤال مقالي مهم جدا. السؤال يا إما يقول لي بما تفسر اتجاه السلطان سليم الأول بغزواته ناحية الشرق، أو يقول لي بما تفسر اتجاه العثمانيين للسيطرة على مصر والشام. وهنا تخلي بالك علشان عندك إجابتين في غاية الأهمية.
اول حاجة هو ان سليم الاول ادرك يعني فهم خطورة الصدام مع مين؟ مع دول اوروبا. طب ليه؟ ما انا لسه قايل لك لانهم اقوى منه حضاريا وعسكريا، يبقى بسبب تفوقها عليه حضاريا وعسكريا. طب وتاني سبب خلى سليم الاول ياخد قواته ويروح ناحية الشرق، اقول لك رغبته في توسيع ممتلكاته. الراجل ده عايز يوسع الاراضي اللي بيحكمها ويسيطر على مناطق جديدة، وكمان يضم مصر. مصر اشمعنى مصر يعني؟ اقول لك لانها بتمثل قلب العالم الاسلامي، اللي يسيطر على مصر يبقى تقريبا سيطر على العالم الاسلامي كله. يبقى لما اقول لك هنا بما تفسر اتجاه سليم الاول بغزواته ناحية الشرق مع بداية القرن الستاشر، او اقول لك بما تفسر اتجاه العثمانيين للسيطرة على مصر والشام، تقول لي بسبب الاجابتين دول. اول حاجة ادراك يعني فهم سليم الاول خطورة الصدام مع الدول الاوروبية بسبب تفوقهم عليه حضاريا وعسكريا. اتنين، رغبة سليم الاول في توسيع ممتلكاته والسيطرة على مين؟ على مصر التي تمثل ايه؟ تقول لي قلب العالم الاسلامي. طب لو جبت لك دلوقتي سؤالين اكمل وقلت لك اتجه السلطان نقط بغزواته ناحية الشرق مع بداية القرن الستاشر، تقول لي السلطان سليم الأول. طب افرض قلت لك سؤال تاني، اتجه سليم الأول بغزواته ناحية الشرق مع بداية القرن نقط، تقول لي مع بداية القرن الستاشر. يبقى تخلي بالك من الجزئية دي علشان في غاية الأهمية، يا إما هنا يسألني عليها في سؤال أكمل، يا إما هنا يديها لي بما تفسر. طب تعالى كده عرفني السلطان سليم الأول لما توجه بقوته ناحية الشرق، يا ترى إيه هي أول دولة هيواجهها ويتحارب معاها؟ هل الدولة الصفوية ولا الدولة المملوكية؟ أقول لك لأ، الدولة الصفوية دي أول دولة هيصطدم معاها السلطان سليم الأول ويحاربها، وتقوم ما بينهم معركة في غاية الأهمية. اسمها إيه؟ أقول لك اسمها معركة جلديران. اسمها معركة إيه؟ جلديران. طب المعركة دي كانت سنة كام؟ أقول لك 1514، يعني 1514. يبقى معنى كده ان معركة جلديران دي كانت ما بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية. طب هي الدولة العثمانية كانت بقيادة مين؟ اقول لك بقيادة سليم الاول. طب والدولة الصفوية بقيادة مين؟ لا مش عليك ما تعرفهاش. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان معركة جلديران قامت ما بين مين؟ ما بين الدولة العثمانية بقيادة سليم الاول، وما بين مين؟ وما بين الدولة الصفوية. طب يا ترى ايه هي نتائج المعركة؟ اقول لك خلي بالك، اول ما تشوف سؤال ما النتائج المترتبة على اي معركة، تقول لي انتصار وهزيمة، مين انتصر ومين انهزم. طيب في المعركة دي مين انتصر؟ اقول لك انتصر سليم الاول، يعني انتصرت الدولة العثمانية. ايوه. ومين اللي انهزم؟ الدولة الصفوية هي اللي انهزمت. لا مش كده وبس، ده السلطان سليم الأول دخل بقواته عاصمتهم اللي كان اسمها مدينة ايه؟ مدينة تبريز. يبقى النتائج المترتبة على معركة جلديران هتقول لي انتصار الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول، وكمان دخول عاصمتهم اللي هي ايه؟ اللي هي مدينة تبريز. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن معركة جلديران، وعرفت ان دي كانت اول معركة يتقابل فيها الجيش بتاع الدولة العثمانية بقيادة سليم الاول وكمان الدولة الصفوية، وعرفنا ان السلطان سليم الاول قدر ان هو يهزم الدولة الصفوية ويخش العاصمة بتاعتهم اللي هي مدينة تبريز. يبدأ السلطان سليم الأول يعرف إن مفيش قدامه غير دولة واحدة لازم يخلص عليها ولازم ينتصر عليها. إيه هي؟ أقول لك الدولة المملوكية. فهيبدأ هنا سليم الأول يعمل أي حاجة علشان يتحجج بيها ويحصل ما بينهم المعركة اللي هو نفسه فيها. وبالفعل السلطان سليم الأول بعد ما يخلص على الدولة الصفوية ويخش العاصمة بتاعتهم اللي كان اسمها مدينة تبريز، يجي على الحدود ما بين الدولة بتاعته اللي هي الدولة العثمانية وما بين الدولة التانية اللي هو عايز يخلص عليها اللي هي الدولة المملوكية. يروح على الحدود ويلاقي هنا حتة إمارة صغيرة، يعني مدينة صغيرة اسمها
إمارة ذي القادر. فعلى طول السلطان سليم الأول يروح مسيطر عليها، وبالفعل يحصل اللي سليم الأول نفسه فيه، يطلع سلطان المماليك اللي كان موجود عندنا هنا في مصر واللي كان اسمه قنصوة الغوري، ياخد الجيش بتاع دولة المماليك ويروح على بلاد الشام. ليه؟ علشان يحارب سليم الأول ويرجع منه إمارة ذي القادر، ويتقابل الجيشين في بلاد الشام في معركة في غاية الأهمية اسمها معركة مرج دابق. يبقى المعركة دي قامت ما بين مين وما بين مين؟ تقول لي ما بين الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول وما بين الدولة المملوكية بقيادة قنصوة الغوري. طب المعركة دي كانت فين؟ أقول لك كانت في بلاد الشام. كانت سنة كام؟ أقول لك 15/16/1516. يبقى أول صدام ما بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية كان هنا في بلاد الشام في معركة اسمها ايه؟ تقول لي في معركة اسمها معركة مرج دابق. طب بما تفسر قيام معركة مرج دابق؟ هنا اصحى فيها. لو قلت لك بما تفسر قيام معركة مرج دابق، تقول لي على طول بسبب استيلاء السلطان سليم الأول على إمارة ذي القادر، الواقعة على ايه؟ على الحدود ما بين الدولة العثمانية وما بين الدولة المملوكية. يبقى هنا بما تفسر قيام معركة مرج دابق، اجابتي اهي بسبب استيلاء سليم الاول على امارة ذي القادر، الواقعة على الحدود ما بين ايه؟ ما بين الدولة المملوكية والدولة العثمانية. يبقى هنا ما النتائج المترتبة على معركة مرج دابق؟ تقول لي على طول انتصار الدولة العثمانية بقيادة سليم الاول، وهزيمة مين؟ هزيمة الدولة المملوكية اللي كانت بقيادة مين؟ قنصوة الغوري. وكمان أصبحت الشام ولاية عثمانية. يعني إيه؟ يعني خلاص الشام ما بقتش تابعة للمماليك، لأ خلاص بقت تابعة للدولة العثمانية. يبقى احنا دلوقتي عرفنا أول صدام ما بين المماليك والعثمانيين، تقول لي ده كان عند معركة مرج دابق في بلاد إيه؟ في بلاد الشام. سنة كام؟ 1516. إيه النتائج المترتبة على المعركة دي؟ تقول لي على طول واحد، انتصار السلطان سليم الأول للدولة العثمانية وهزيمة المماليك، وأصبحت الشام ولاية إيه؟ ولاية عثمانية. خلي بالك إن قنصوة الغوري اتقتل في المعركة دي، فيطلع المماليك اللي موجودين في مصر ويبدأوا يختاروا واحد علشان يكون هو سلطان الدولة المملوكية خلفا لقنصوة الغوري اللي اتقتل في الشام. وبالفعل يختاروا واحد اسمه طومان باي. واحد اسمه ايه؟ طومان باي. ويبدأ طومان باي يجهز المماليك علشان يواجه الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول. ولكن سليم الأول ما يدلوش فرصة. سليم الأول أول ما يخلص هنا على جيش دولة المماليك في بلاد الشام ويتقتل قنصوة الغوري، يطلع بجيشه على طول ويجي على مصر ويتقابل الجيش بتاعه مع الجيش اللي جهزه طومان باي في معركة اسمها معركة الريدانية. المعركة دي قامت في صحراء العباسية زمان. يعني معنى كده ان انا عندي معركتين ما بين الدولة العثمانية وما بين الدولة المملوكية. ايوه، معركة منهم قامت في الشام اللي هي مرج دابق، تمام، ومعركة منهم قامت في مصر اللي هي معركة الريدانية. ايوه. طب يا ترى معركة الريدانية دي كانت سنة كام؟ اقول لك بعد معركة مرج دابق بسنة، كانت عام 15/17، يعني 1517. يبقى قامت معركة الريدانية فين؟ تقول لي عندي هنا في مصر. ما بين الدولة ايه والدولة ايه؟ ما بين الدولة العثمانية بقيادة مين؟ سليم الأول، وما بين الدولة المملوكية بقيادة مين؟ طومان باي. طب افرض جبت لك سؤال وقلت لك بما تفسر قيام معركة الريدانية، تقول لي ايه ساعتها؟ تقول لي ساعتها بسبب رغبة سليم الأول في توسيع ممتلكاته والسيطرة على مصر التي تمثل قلب الايه؟ قلب العالم الإسلامي. برافو عليك. طب ما تعرفني كده يا ترى ايه هي نتائج معركة الريدانية؟ اقول لك سهلة، بص هنا معايا. ما النتائج المترتبة على معركة الريدانية عام 1517؟ انا عارف انتصار وهزيمة.
أول حاجة هي انتصار العثمانيين بقيادة مين؟ سليم الأول، ودخولهم عاصمة مصر اللي هي مدينة القاهرة. لا مش كده وبس، ده كمان انتهاء دولة المماليك. ايه ده؟ المماليك انتهوا؟ اقول لك انتهوا من حكم مصر، يعني ما بقوش يحكموها، ولكن المماليك نفسهم هيفضلوا موجودين في مصر. علشان انا هعوز الكلمة دي بعد شوية واحنا بنتكلم عن الاحوال السياسية، وبعد كده واحنا بنتكلم عن احوال مصر. يبقى تخلي بالك، انتهاء دولة المماليك يعني انتهاء حكم المماليك لمصر والاراضي اللي كانوا بيسيطروا عليها، ولكن المماليك كانوا لسه موجودين. طب تالت حاجة في نتائج معركة الريدانية ايه؟ اقول لك اصبحت مصر ولاية عثمانية، يعني خلاص مصر ما بقتش دولة مستقلة تحكم نفسها بنفسها، لا ده بقت حتة ولاية تابعة للعثمانيين، والعثمانيين هم اللي بيختاروا مين اللي يحكم مصر. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن المعارك التي قامت بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية والمملوكية. مع الدولة الصفوية كان عندي معركة اسمها جلديران، مع الدولة المملوكية كان عندي معركة اسمها مرج دابق في الشام، ومعركة اسمها الريدانية عندي هنا في مصر. طب احنا دلوقتي شايفين دولة المماليك انهزمت من العثمانيين اكتر من مرة، انهزمت قدامهم في مرج دابق في بلاد الشام، وانهزمت قدامهم هنا في الريدانية في مصر. يا ترى ايه هي اسباب الهزيمة؟ اول سبب معانا ادى الى هزيمة دولة المماليك امام العثمانيين هو عدم الاستقرار الداخلي في دولة المماليك، والصراع المستمر ما بينهم للوصول للحكم. يعني الناس دي ما كانتش احوال دولتهم مستقرة، وما كانش قلبهم على قلب بعض، ولا كانوا حتى خايفين على دولتهم، لا دول كانوا عمالين يتخانقوا مع بعض على مين هو اللي يوصل للحكم. فبالتأكيد اي جيش من بره هيجي هيقدر ان هو يهزمهم. يبقى اول حاجة ادت الى هزيمة دولة المماليك امام العثمانيين، تقول لي ايه؟ تقول لي بسبب عدم الاستقرار الداخلي لدولة المماليك والصراع ما بينهم على الايه؟ على الحكم. طب وتاني حاجة، تاني حاجة ان العثمانيين في الوقت ده كانوا متقدمين نوعا ما، كان عندهم اسلحة وبيستخدموا اساليب قتالية المماليك ما يعرفوش عنها حاجة. يعني تاني حاجة تقول لي بسبب استخدام العثمانيين اساليب قتالية حديثة واسلحة متطورة. يبقى هنا السؤال ده واحد، بما تفسر هزيمة دولة المماليك امام الدولة العثمانية، او اتنين هزيمة المماليك في معركتي مرج دابق والريدانية، تقول لي على طول بسبب الحاجتين دول، واحد صراع ما بينهم للوصول للحكم، وكمان عدم الاستقرار الداخلي. اتنين تقول لي بسبب استخدام العثمانيين اساليب قتالية حديثة واسلحة ايه؟ واسلحة متطورة. خلي بالك ان السؤال ده يجي لك من نتائج، ولو جالك من نتائج الإجابة مختلفة 360 درجة. بص على السؤال، ما النتائج المترتبة على هزيمة المماليك أمام العثمانيين؟ أو ما النتائج المترتبة على هزيمة المماليك في معركتي مرج دابق والريدانية أوائل القرن الستاشر؟ هو إيه يعني اللي حصل لما المماليك انهزموا؟ هنا أنا عندي 4 إجابات عايزك تفهمهم وتحفظهم صم. واحد، إن مصر تحولت من دولة مستقلة بتحكم نفسها بنفسها إلى ولاية عثمانية. يبقى واحد، تحولت مصر من دولة مستقلة إلى إيه؟ تقول لي إلى ولاية عثمانية. طب واتنين، سيطرة الدولة العثمانية على الوطن العربي بالكامل. الدولة العثمانية سيطرت على الجزء من الوطن العربي اللي في آسيا، وسيطرت على الجزء من الوطن العربي اللي موجود عندي في إفريقيا. طب وتلاتة، أقول لك انتقال خلافة العالم الإسلامي. يعني إيه؟ يعني هيبقى خليفة المسلمين هو السلطان العثماني، مش هيكون عندي هنا في مصر. يعني انتقال خلافة العالم الإسلامي سواء بقى سياسية أو دينية إلى الدولة العثمانية. يبقى الثالثة انتقال خلافة العالم الإسلامي سياسيا ودينيا إلى فين؟ تقول لي إلى الدولة العثمانية. طب ورابع حاجة وآخر حاجة،
هي ان سليم الاول هيعلن نفسه الحامي الوحيد على الحرمين الشريفين وجميع الرعايا المسلمين. يعني بمعنى اصح سليم الاول بيقول انا كبير المسلمين في كل مكان، انا اللي هحمي المسجد الحرام اللي فيه الكعبة والمسجد النبوي اللي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانا كبير المسلمين في العالم اجمع. يبقى معنى كده لما اقول لك ما النتائج المترتبة على هزيمة المماليك امام العثمانيين، او ما النتائج المترتبة على هزيمة المماليك في معركتي مرج دبق والريدانية، تقول لي انا عندي 4 حاجات. 1، تحولت مصر من ايه؟ تقول لي من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. 2، سيطرة السلطان سليم الأول أو العثمانيين على الوطن العربي بالكامل، سواء الجزء الأسيوي أو حتى الإفريقي. طب و3، انتقال خلافة العالم الإسلامي سياسيا ودينيا إلى الدولة العثمانية. ورابع حاجة وآخر حاجة، أعلن السلطان سليم الأول نفسه الحامي الوحيد على الحرمين الشريفين. وبكده نكون خلصنا نص الدرس ده، وإن شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي وإحنا بنخلصه وبنحل عليه. دمتم موفقين.